من يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما له في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على الخاتم المقرب يا ربي صل المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها بدر وغاب غيها يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ما سارت العيش بطن سبساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وكل من للنبي يصحب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مدى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على البرايا جهة وأرحب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بالعبد عرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأثواب يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير يومني والنفع أقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على
Yang siapa ucapkan? Ada. Wassalam ala nabi. Allahumma salli ala sallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله القوي السلطان الودي كبران والممدود في الوجود كرما وإحسان علمه وعظمته خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت في أكثره الحكمة فأرسل إليه مضرب خلقه وأجل عبده الرحمة تعلقت إرادة الأجلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما دم هذا البدر الذي بدرج من حضرة اللسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المنقود وتأثرت في وجود أكناف الوجود وتركت فرص العوالم بدعاء التكريم اللهم صل وسلم واترك الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله القريب والشاسع صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحسر أفراره بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب آمين. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصله اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه. بها اللسان أما تضمنه الجنات من التصديق بها والإنعام. صلى الله عليه. في الصدور من الإيمان قواعد وتروم على عهد ويكين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه. ومبلغ عن الله ما أمره بنفسه لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بصيرا ونذيرا. صلى الله عليه. وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من أمتي بشرا كثيرا.
والسبعين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. وعزمها من منة تقرب الله بها على البشر صلى الله عليه. وما أوسعها من نعمة تستبصرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بعجل لصلوات وأكملها وأزكتها وتسليات وأهوائها على هذا الوعد الذي وفى بحق عبودية وبرز فيها العز الكمال وفى بحق ربوبية في مواطن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روحه وصلي عليه صلى الله عليه. وينبسط في قلبه نور سره تعلقه به وربه صلى الله عليه. ويكتب بها بعناية الله فيه حزبه صلى الله عليه. آله وصحبه الذي تقوا الصحوة ترمجد بقربه وتفيعوا ظلال الصرف الأصلي بوده وحبه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة من نعمة الواسعة والمنات الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاف الكريمة والبطون فما من صلب الضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد كانت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان المستقر في الأسلاف الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برد في العالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار دوره وبهر فتعلقت همة الركيم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. فإن كانت الألسن لا تفي بعشر المعشار أوصف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تهرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني لا تدوين ما حفظته من سيار أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من البذل الذي عم العالمين.
بقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. لا التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع فيدخلني في الشفاعة هذا النبي الشافع ويتروعان بروي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأنا للقلم أن يغط ما حركت فيه الأنام صلى عليه. والفهل من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. التي هي أحسن السمائل ونواشنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار صلى الله عليه. بكتابة القلم والقرطاس وتنزه في هدائه السماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المسورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي وأخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها مملخة خفية اهتصر من ساءت من البرية بكمال الوصية صلى الله عليه. هذا النور المبين أسلم وفتون من صرفته من العالمين. وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. ورمه التي هي في المخاوف آمنة عن سيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أخساؤها بمؤونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولئا تسكو منه ألما على علا صلى الله عليه. مر السهر بعد شهر من حمله وقروب وقد بروزي لعالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوت فضله وتنتشر فيه أثر مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة وجوهرة الموصونة وقول كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا الشراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش ناقة في فصح الإبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزال الأرض والسماوات متدمخة بإطر الفراه معانقة الأشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. وأظهر الله في وجوده بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت شناع هذا المسكور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنبت الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأتي تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركا لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. وهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق سبح الكمال من النور عن عمود فبرز العامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله
وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.